السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البارح هبطت شريط طلبت فيه من رئيس الجمهورية أن يرحل عن الحكم. جاتني بصدد بخصوص الشريط هذاك مساجات وهواتف فما تعليقات، فما من يساند هذا القول وقليل هم من يساندون المرزوقي، قليل هم، واعتبرهم لا يفقهون لانهم لا يعرفون ولا يعلمون شيئا عن مصلحة تونس. ناس مش عارفة البلاد هذه الوضع متاعها المتأزم على كل المستويات. سبق واني يعني اطرحت على بعض الخيان من قيادي النهضة صف ثاني وصف ثالث، ومنهم من هو في مجلس الشورى، فكرة إعطاء الرئاسة للبيجي بعد تنحية المرزوقي. لاحظت بصراحة فشل ذريع للمرزوقي في حكمه لتونس على جميع المستويات، رغم عنده صلاحيات قليلة والحمد لله صلاحياته قليلة والبلاد دخلها بعضها. يعني كان جات عنده صلاحيات كبيرة شنو كان ينجم يعمل لنا الله أعلم. الحمد لله يعني il a été ligoté par النهضة، يعني ربطوه يعني بصلاحيات معينة. لكن وضعنا هذايا في الوقت هذايا لا يبشر بخير، وقلت في الشريط وأنه أسألك الرحيل يا رئيس الجمهورية ياسر المرزوقي، ربي يبارك فيك. عاد قلت لكم كي طرحت الفكرة هذه لقيت ترحيب من قبل الإخوان النهضويين. علاش؟ لأنهم هما بيتهم أحسوا فشل هذا الرجل في إدارة المرحلة الانتقالية للوصول إلى الجمهورية الثانية. بعد مدة جاتني معلومات كأي واحد من هنا ومن هناك. المعلومات هذه مفادها وأنه قبل 23 أكتوبر النهضة كانت تفكر في تعيين بيجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، ونذكر بالأسماء شيخ الغنوشي، يا نعم شيخ الغنوشي، ديلو، العريب، البحيري، كل هذوما سي جبالي زاده، كل هذوما كانوا معناها موافقين وأنه سي البيجي يشد الحكم. إلا أن المشكل سي المرزوقي كان حجر عثرة، حجر عثرة. قل علاش، قل قايل علاش، الله أعلم. ربما هو عنده معناها مشاكل شخصية مع السبسي، مشاكل شخصية ما تهمناش، كشعب ما يهمناش مشاكل شخصية بين زيد وعمر. اللي تهمنا هي مصلحة الشعب التونسي، يا نعم مصلحة الشعب التونسي. عاد لنفرض جدلا وأنه ما عندوش مشاكل شخصية، ولو أن فما شكون يقول عنده مشاكل شخصية مع سي البيجي. فما مسألة أخرى هامة جدا هو ويزمو يعرفها الشعب التونسي باش يعرف يعني هوس رئيس الجمهورية المرزوقي بمنصب الرئاسة، كلفه ذلك ما كلف، حتى وكان تمشي تونس تتلف من الكرة الأرضية. الراجل وقت اللي هبط في في كرتاج في 17 جانفي 2011 في مطار تونس كرتاج يحكي وأنه هو باش يولي رئيس الجمهورية التونسية. تصوروا انتوما معناها الراجل واثق من نفسه. كيفاش يكون واثق من نفسه؟ لأنه يظهر وأنه خذا وعد كتابي من عند السعودية وأمريكا باش ينصبوه رئيس جمهورية ويلتفوا هكاكا على الثورة التونسية. وفي اعتصام في القصبة قبل يعني الانتخابات فشوه بتريح، معتصمين فشخوا المرزوقي بتريح. وما تنساوش وقت اللي زاد في الجنوب يظل يسرقوا له لونيتو، بهذلوا بحاله يعني، ورغم ذلك مصر وانه يولي رئيس جمهورية التونسية. كلفه ذلك ما كلف، يعني فما برنامج، يعني كان مش حب وهوس بالمنصب، فما برنامج نتاع امريكا ونتاع السعوديه يزم يمر في تونس وهو ماشي فيه الصيد. على كل هذوما يعني فيه الحقائق وفيه الفرضيات.
ونقولوا أن اللي لاحظناه على الساحة السياسية منذ 23 أكتوبر إلى يومنا هذا فشل ذريع للمرزوقي في إدارة تونس رغم معناها الصلاحيات القليلة متاعه. نحن توا في أزمة كبيرة أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية وإيديولوجية. آخر ما آخر قال لك فما العلمانيين المتطرفين هذوما مش يتفاهموا معاه. يعني راجل باقي يحب يقسم البلاد هذيا ولو أن عندنا مشكلة إيديولوجية، لكن المشكلة هذيا نحن نحب نحلوها رغم الاختلاف الإيديولوجي. يزلنا نحبوا تونس، يزلنا نخموا في تونس ونختلفوا فكريا، ولكن الاختلاف ما يسموش معناها يهلك بلادنا ويهزنا الهاوية ويخليونا يخليونا في نوصلوا حتى معناها الحرب أهلية. بالعكس الاختلاف لا يفسد للود قضية. سياسيا نختلف يشبيه نختلف، ولكن الاختلاف هذايا يلزم في النهاية ما يضرش بتونس. معناها نحن عندنا 100 واش حزب، معناها إذا كان كل 100 واش حزب هذوما كان مش ياكلوا بعضهم ومش ينظروا لمصلحة تونس، يعني نحن في النهاية نقولوا عاد معناها خلينا في الديكتاتورية ولا الديمقراطية. بشيء ذا ما نتمناوش، لأن نحن شعب نحبوا نعيشوا بحرية بكرامة في كنف الديمقراطية. نحب نذكركم بحاجة أخرى يا توانسة، علاش الحكومة ما تشكلت هذيا كان بعد 7 أشهر. يعني تصور ولادة عسيرة معناها وبولادة قيصرية تنحى جبالي جال عريض وقعدت الحكومة بدون جبالي، حكومة جبالي راي بريس، وجابوا حطوا عليها العريض. قل قايل علاش وخرت لأن من أكبر الأسباب وحجر عثرة هو المرزوقي. كانوا نهضويين شق كبير منهم يحبوا يتعاملوا مع تونس وعندهم ثقة في السبسي باش ينجم ينجح المرحلة هذه، إلا أنه المرزوقي للمرة الثانية يشد الصحيح في كرتاج في كرسي الرئاسة، خايف يقول لك كان تو اشتمولي مع النداء، تو السبسي يعني سيقني من كسر كرتاج. يا خويا يسيقك لأنه هو أقدر منك، كفاءة أقدر منك، تجربة أقدر منك. أنت مناضل نحترموا نضالك ونحطوك على روسنا في عينينا على نضالك، لكن يا أخي ما تصلحش باش تكون رئيس جمهورية تونسية لا أصلا ولا شكلا، لا أصلا ولا شكلا. الشارع التونسي يتذمر منك، ما عادش يحبك رئيس، وليش تو يقارن فيك بينك وبين علي؟ يا خيبة المسعى معناه. قال لك لا عنده شكل بن علي ولا سياسة بن علي، وبن علي الظالم، معناه أنت سيء، أنت في الهاوية. بلادنا متأزمة في المرحلة هذية ما ينجم يقودها كرئيس جمهورية إلا السبسي. نحاول باش نذكركم بالتاريخ، نحن كي شد المبزع كنا ضد المبزع. ماذا بينا أنا واحدة من الناس اللي جابوا وزيرو سي البيجي قايد السبسي، من الاول قلت علاش يجيبونا في البيجي يا خويا، علاش ما يجيبوناش وجه من وجوه الثوره هذاك؟ في مخي انها الثوره كما الثورات التقليديه، لكن الثوره نتاعنا مش ثوره تقليديه، ما عندهاش قايد. جابونا البيجي معناها من الاول انا هكا تململت، ومن بعد كي عمل لنا خطاب لمنا الناس كله بدينا هكايا رجع فينا الامل ورجعنا نخدموا ووصلنا لمرحله انتقاليه. نعم البيجي وصلنا لمرحله انتقاليه، وتوا نأملوا باش يوصلنا زاده باش نعملوا الانتخابات الجايه. ما كاينش راهي الانتخابات باش تصير باش تاكل بعضها البلاد. مادام المرزوقي رئيس تهناو. النهضه بسبب المرزوقي خسرت كثير من رصيدها الشعبي، كثير. هو خلاه داره ويحب يخلي دار النهضه. المؤتمر تفتت، ما عاد عنده حتى مصداقيه، ما عاد عنده حتى مصداقيه يعني الحزب نتاعو. والحزب نتاعو العياد يعمل الحزب، عبوها مش يعمل حزب، الكلهم هذوما تولدوا من المؤتمر. يعني سي فوتو المؤتمر. المرزوقي شاد صحيح في الكرسي وشاد عنده برشا هكا حبيبات ويحبوا يقعدوا في الوزاره. راهي الدوله دي مش مجعوله للحبيبات ولا الصحيبات، مجعوله لشكون ينجم يديرها، شكون ينجم يحكم فيها. مرحله صعبه جدا، خطيره جدا. البلاد في حاجه الى حكيم، الى سياسي، الى محنك. نرى ذلك في بيجي قايد السبسي. وراني مش خاطر انا دخلت النداء ونقول الكلام هذا ماهوش صحيح، وماهوش هذا طرح النداء باش يبدا في بالكم. هذه افكار خاصه بيا، رجال الحاج منصور، المواطنه اللي تخام في تونس، اللي تحب تونس، اللي متحب ترى الشعب التونسي كان وهو فرحان، هو مفرهد، هو في امن وامان وفي ازدهار اقتصادي. فكره قديمه
والشريط هذايا تو يحوس على الفيسبوك، شوارع على الفيسبوك ما شاء الله وصفحات، وفما ناس تعرف اللي قلت الكلام هذايا والطرح هذايا عنده بريسك عام ونص، وقت اللي لاحظت تشريك تونس برئيس الجمهورية المرزوقي. وبربي نصيحة المرزوقي قبل ما كيجي خارج يهز معاه سهم بادي، ونقولوا لهم شكر الله لكما سعيكما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.